السلام عليكم، الله يسعد صباح الجميع. أنا ساكن بحي الملقا، وكل ما أطلع يطلع بوجهي نادي الشباب. أنا صراحة بعيدا عن الكورة وبعيد عن هالأمور هذه، لكن ألاحظ أنه أرض النادي يعني على موقع تجاري استراتيجي بحت، وحاطين به قراشيع قراشيع قراشيع، خاصة الواجهة اللي على طريق الملك فهد. مساحة الأرض كذا سريعا حسب توقعاتي يعني بحدود 50,000 متر مربع، يعني قيمة السوقية لا تقل عن مليار و800 مليار و900 إلى مليارين، ومحططون به قراشيع ما تسوى ولا 20,000. حتى حقين السكراب ما يشرونها. أوكي، وبعد المنطقة التجارية يعني بالوسط، هذه المنطقة التجارية اللي حاطين بها قراشيع. المنطقة اللي بعد التجارية لو افترضنا هي كلها تجارية أصلا، لأنها على 4 شوارع حتى على العليا، لكن ما بعدها تجي الملاعب. ملاعب قيمتها ما تتجاوز 100,000، والمدرجات كأرضية يعني خضراء، والمدرجات قل 500,000، قل ملعوبا عليها مليونين، قل 5 ملايين. حاطينها بأرض قيمتها مليارين إلا أو مليارين. مو معقولة، أبدا مو معقولة. وأنا أجزم جزما إنها ملك للنادي. الله مكثر لنا على راضي. شوفوا لكم أرض تاخذون كبر أرضكم 20 مرة، 30 ولا 40 مليون ولا 50 مليون، وخلها 100 مليون. عندك هذه مليارين، 2000 مليون. وش تنتظر؟ إذا ما طورتها الآن واستفدت منها الآن، متى تستفيد منها؟ خاصة مع رؤية المملكة 2030 ومن هالقبيل. يعني ما أدري إن أندية النائب، معليش، أحس إني مقفل على أحد وراء. أشوف يضربوني، وشوف ما أدري معميها الله كبر هالشارع ورايحين صايرين وراي. فأنا أقول إنه المفترض استثمار الأرض هذه مو الأيام هذه. المفترض إنه قبل 15 سنة، أو حتى والله 20 سنة، كانت المنطقة جدا حيوية، والآن بازدياد لا شك. لكن من ذاك الوقت يعني المفترض 20 سنة الماضية كانت مستثمرة، وشايفين للعيبة أي نادي آخر، وتستغل هذه الأرض التجارية البحتة الاستراتيجية. فما بالكم اليوم؟ مو معقولة، مو معقولة، مو معقولة. في خلل. بس شوف وشو، ما يصير. أنا مستعد أخلص لهم موضوعها كتراخيص تجارية بحتة مع وجود مستثمر. أوكي، احنا نقول بيع، والله كأفضل. أنا كرأي شخصي كنادي، لا والله البيع أفضل. خذ لك مليارين ومع السلامة. ولو طرحتها مزاد أنا متأكد بتجيب المليارين ونص، المليارين و700 بتجيبهن بالراحة. 3 ما راح تجيبهن، لكن المليارين ونص إذا ما زاد بتجيبهن، بدون مزاد مليارين. ف كجدوى استثمارية كاملة أنا مستعد أسويها للنادي، مبادرة مني للنادي بمليونين فقط لا غير، بمليونين ريال فقط لا غير. مع أن المفترض هذه لا تقل عن 15 إلى 20 مليون، ترتيب من إلى، زين، مع جلب مستثمر. طبعا المستثمر راح ناخذه منه احنا بطريقتنا، ما لها علاقة النادي فيه، لكن أنا أتكلم عن النادي، ما راح ناخذ منك إلا مليونين ريال فقط لا غير. نرتب لك بإذن الله دخل جدا محترم. إذا هي استثمار، بالميت بالميت. طبعا قيمة الاستثمار بناء على ما سيتم إيجاده في الأرض. يعني وش تبي تسوي في الأرض؟ تبي تبنيها وشو؟ هل تبي تاخذها وتحطها درايف ثرو، مجموعة درايف ثرو؟ هنا يكون الإيجار الاستثماري عالي جدا، يعني لا يقل عن 60 مليون بالسنة.
لكن إذا أنك لا تبي تبنيها أبراج لا يقل عن مثلا 15 دور وأكثر من برج، ممكن تؤجر عليهم ب15 مليون بالسنة. يعني كل ما زادت المباني قل سعر الإيجار، كل ما زادت المباني في الأرض الاستثمارية قل سعر الإيجار، كل ما قلت المباني في الأرض الاستثمارية زادت قيمة الإيجار. واضح؟ ويمكن تكلمت أنا سابقا عن موضوع الأرض المستثمرة. دائما الناس يحط أرض للاستثمار، لما تكلمه تقول له الأرض للاستثمار، يقول لي نعم 200,000. طيب اصبر اسألني وش بسوي أنا؟ هل بسوي فيها إذا تجارية بسوي فيها 4 أدوار 5 أدوار 6 أدوار، ولا بحط فيها درايف ثرو؟ إذا بحط درايف ثرو ارفع القيمة، إذا لا ببني لك وبضع لك مبلغ 3 4 5 مليون. لا تقارني باللي يحط لك حاجة 100,000 خربوش بركس. واضح؟ هذه النقطة ترى جدا مهمة، لأنها تحسب قيمة البناء. اجمع كم بيحط 5 مليون زايد قيمة الإيجار اللي أنت بتاخذها خلال 20 سنة هذه أو 25، وقسمها على عدد السنوات يطلع معك الإيجار المنطقي. فلا تقارن الجميع أو تضع الجميع كلهم في كفة واحدة. خطأ، غلط. فأصحاب الأراضي لازم الاستثماري لازم ينتبهون للنقطة هذه. واضح يا إخوان؟ نادي الشباب اللي عنده معلومات يعطينا. ولا أنا أعرف أنه الظاهر أن البلطان له دخل بالنادي. البلطان رجل يعني عقاري وتجاري، وش السالفة؟ لا في شيء ما هو مضبوط، بس وش وأنا ما أعرفه. تحياتي نادي الشباب. هو درجة أولى ولا ممتاز يا شباب؟ ولا هو وقف ولا شغالين موجودين؟ ما أدري، ما لهم طاري، أو إني أنا بعيد لا أنا بعيد فعليا، بس عادي يمكن. بس النور نادي الرياض أو نادي الشباب. ها هو الشباب ولا نادي الرياض؟ لا الشباب.